صورة واحدة اتعدلت بالذكاء الاصطناعي قلبت السوشيال ميديا وخلت نقابة المهن التمثيلية تطلع بيان عاجل وحاسم. ايه اللي حصل مع ريهام عبد الغفور وليه الواقعة دي اعتبروها ناس كتير اخطر من مجرد صورة مسيئة، وازاي ريهام خرجت عن صمتها وكشفت حقها القانوني بالارقام والنصوص؟ خليك معايا لنهاية الحلقة علشان تعرف القصة الكاملة بالتفصيل. خلال الساعات اللي فاتت الفنانة ريهام عبد الغفور اتصدرت الترند بعد انتشار صور وفيديوهات مسيئة ليها ومعدلة بالذكاء الاصطناعي اتخذت اثناء حضورها العرض الخاص لفيلم خريطة راس السنة. الصور دي تم التلاعب بيها وانتشرت خارج سياقها الحقيقي واتداولت بشكل غير اخلاقي على صفحات كتير، وده اللي اعتبره الجمهور انتهاك صريح للخصوصية وتشويه متعمد. والصور اثارت حالة غضب واستياء كبيرة جدا خصوصا مع التعليقات الغير لائقة اللي صاحبت نشرها، وناس كتير شافت اللي حصل اساءة مباشرة لفنانة محترمة وتشويه باستخدام ادوات تكنولوجية حديثة واستغلال رخيص للذكاء الاصطناعي علشان الريتش واللايكات. واللي حصل ما عداش مرور الكرام. نقابة المهن التمثيلية اتحركت فورا واصدرت بيان رسمي شديد اللهجة، والنقابة اكدت انها مش هتتهاون مع اي صفحات غير مسؤولة ومش هتسمح بتشويه سمعة الفنانين او صورة مصر، وبدأت فعلا اتخاذ اجراءات قانونية ضد المتورطين. والدكتور اشرف زكي نقيب المهن التمثيلية قالها صريحة: لن اترك من فعل ذلك وسأواجه هذه التجاوزات بالقانون دون تهاون او مجاملة، واكد ان اي حد هيثبت تورطه سواء شخص او صفحة او منصة رقمية هيتحاسب بالقانون. والنقابة شددت ان حرية الاعلام مش معناها فوضى ولا معناها انتهاك خصوصية الناس، واللي حصل ده خطر حقيقي بيهدد المهنة وصورة الفن المصري. وكمان وجهت دعوة لكل المؤسسات الصحفية والاعلامية الشريفة انها تقف ضد الانفلات اللي بيحصل على السوشيال ميديا. وبعد الصمت ريهام عبد الغفور خرجت بتعليق صادم وقوي جدا وكتبت على حسابها: كان يوم اسود لما بقى فيه تليفونات بكاميرات ادت الفرصة لشوية كائنات حقيرة تتغذى على اهداف رخيصة. كلمات مباشرة عبرت عن غضبها واستيائها من استغلال التكنولوجيا في التشهير. والتعليق ده لقى تفاعل ضخم جدا وجمهور كبير وفنانين واعلاميين اعلنوا تضامنهم الكامل معاها واعتبروا اللي حصل تنمر الكتروني وتشهير وجريمة لازم تتواجه قانونيا. والمفاجأة ان ريهام ما اكتفتش بالغضب لكن وضحت حقها القانوني بالتفصيل وقالت ان قانون تنظيم الصحافة والاعلام رقم 180 لسنة 2018 المادة 19 بيعتبر تصوير لقطات مخلة للفنان جريمة حتى لو كان المكان عام والمصور صحفي والشخص مشهور، طالما اللقطة بتمثل كرامة او تستخدم للإثارة او ملهاش قيمة اخبارية حقيقية. والمحاسبة ممكن تكون قانون عقوبات او جرائم الكترونية او مساءلة تأديبية بنقابة الصحفيين. واللي حصل مع ريهام عبد الغفور جه في وقته. الوسط الفني كله في حالة غليان حقيقية بعد التجاوزات في الجنازات والعزاءات وخطف لقطات للنجوم وانتهاك خصوصيتهم في العروض الخاصة والحفلات، كل ده بس علشان الريتش والترند. والفيلم اللي كانت ريهام حاضرة عرضه الخاص هو فيلم خريطة راس السنة، بيحكي قصة إنسانية عن فتاة من ذوي متلازمة داون بتدخل رحلة قاسية للبحث عن الحقيقة ولم شمل أسرتها في تجربة إنسانية مؤثرة. والفيلم بطولة ريهام عبد الغفور ومحمد ممدوح وأسماء أبو اليزيد ومصطفى أبو سريع وهنادي مهنا ومن إخراج رامي الجندي. وفي النهاية اللي حصل مع ريهام عبد الغفور مش مجرد صورة لكن جرس إنذار حقيقي عن خطورة استخدام الذكاء الاصطناعي بدون ضمير. والقانون موجود والنقابة قالت كلمتها والرسالة وصلت إن الخصوصية خط أحمر. وفي النهاية لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة واستنونا دايما مع كل جديد مع قناتكم ترندات وبس. سلام.